طبعا. بص اتحرك ده طبعا. تسلل فعلا. بس هو طبعا. حاططها في مساحه جيده جدا جدا. انا احب التمريره اللي فيها جرأة ومغامره. صحيح صحيح. هنا طبعا مصطفى اخترق بشكل جيد جدا ورقص محمد هاني ترقيصه حلوه، لكن الحطه ما كانتش مرتبطه بالنصر. اخطف مين الاسماء اللي كانت بتسخن؟ هنخطف دلوقتي. حسين الشحات عمرو السولية عايز يشوط، يلم على شماله ومره ثانيه تسلل، ده تسلل ده تسلل ده تسلل، الاثنين ورا بعض التسلل. ده تسلل شرعي ده يعني. لا ونيوزا هناك البرازيليه رافعه 100 100. طبعا. ايه يا كولر، ده تسلل فعلا. ده تسلل، الاثنين تسلل. ادي الاولانيه، خلي بالك من الاولانيه، ادي الاولانيه ادي التسلل اهي الاثنين تسلل، ده وده الاثنين تسلل، ودي كمان تسلل. غريبه يعني غريبه. حتى حسين ما حطهاش، اداها للمتسلل الثاني. طبعا. على وسط الملعب نقله من فتوح لمصطفى شلبي في الشمال، طلع له حطها له، خطير خطير، ارضيه معديه الدنيا كلها، منتهى الخطوره. اخطر هجمه في الشوط الثاني، فتوح عمال ينادلهم، يعني الحاجات دي ما بتتكررش كتير. حطها حلوه جدا قوي قوي، قويه وارتفاعها كويس. قاتل. حسام عبد المجيد بيقرب له دونجا، هيلعب طويل لان مفيش حاجه قدامه خالص. سيف الجزيري، سيف حط جسمه، تطول منه، وده عمرو السولية تطول منه، يروح لناصر ماهر، يلمها ناصر، يا ولد يا ناصر يا ولد يا ناصر يا ولد يا ناصر، خطير 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 خطير. عايز يكملها لكن تروح لشيكابالا في اليمين، طلع له عمر جابر، دخل هو لجوه، هيلعب العرضيه، خطير خطير. عايز يعمل باكورد في السكه لكن مقطوعه لاحمد فتوح. هجمات الزمالك بقت خطيره جدا. شلبي 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 شلبي، خطير خطيره، وعبد الله ما تليمش عليها، ما تليمش عليها، يسلمها لعبد الله، استلام ناحيه اليمين لعمر جابر، لعبد الله، خطير 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 خطيره. يا نهار ابيض، عبد الله بدا ينجلي بعد توقف كده الشوط الاول او كساد في ادائه مع نهايه الشوط الاول وبدايات الشوط الثاني. حتى الان بدا يظهر في الملعب بشكل اكثر تاثيرا في اداء نادي الزمالك. على يمينه عمر جابر، لمسه من عمر، يا سيدي يا سيدي، حلو، خطير خطير خطير، عرضيه يا ولد يا رامي، ولسه يا ولد يا عمر، يا سلام يا عمر يا جابر، كان بينشي لكن اتعمل كعب حلو قوي 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 الحقيقه، وخطيره. يا رايح فين رايح فين رايح فين، مش ممكن، انطلاقه في مكان الحقيقه غير طبيعي. يعني بيكملها ليه؟ ده لازم يشوطها على طول. طبعا طبعا طبعا. وبعدين الزقه براسه بعيده جدا 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 من الوضع راقدا، يحطها لحسين، ارضيه القفشه، عرضيه خطير خطير، والهدف، يا نهار ابيض، يا نهار، تسلل 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 تسلل. ده هو طبعا اكيد هيراجعوا الفار، اعتقد انها تسلل. هنشوفها مره ثانيه، واحد بيقول لا، ابو ناصر زعلان اهلاوي مفيش فايده، مع ان النهارده بقى يعني ملعبك لازم تبقى محايد، لكن الاهلي بقى في دمه. نشوف دي مره ثانيه، نشوفها مره ثانيه. لا فيها كلام، هنشوف الفار. ما اقدرش اقطع بقى للساده المشاهدين، هم متعودين ان انا بقطع لهم، لكن الزاويه دي احمد فتوح كانت رجله سنه لورا، هل السنه دي خداع كاميرا ولا خداع شلبي؟ هنشوف. يعني هو مين بقى ده؟ لازم فار، مش عارف الفار قرر ايه الحقيقه. تشيكينج. بس الانذار ده ما شفناش مين الانذار ده. امام عاشور عشان خلع الفانيلا. عشان خلع الفانيلا، مع انها عهده يا امام. انا شاكك فيها يا استاذ حسن. هنشوف، ما هو لسه بيعمل تشيك. لسه تشيكينج فار شغال، لانه رجل احمد فتوح بس الزوايا خادعه، بقولها هو عشان ما حدش يفهمني غلط، هو حطها حلوه قوي امام. طبعا أوي طبعا أوي أوي طبعا يعني قوي، لكن الزاويه خليها علينا المره دي معلش. هو اصل لو هدف يبقى هدف قاتل الحقيقه. هيبقى هدف قاتل طبعا في هذا التوقيت يعني. طبعا.
هنشوف. شوف ازاي اخذت وقت، لان بقول لحضرتك هي صعبه جدا. في وش رجل انا لمحتها احمد فتوح، ربما تبقى سنه. الزملكاويه دلوقتي اللي بيسمعوني يقول لك ايه يا عم ما تسكت انت، ما انا مالي، انا بشرح بس تشرح اللي بيحصل. انا مالي ده ولا ده اللي يجيب. هنشوف. امام نفسه هو والاهلاويه كلهم طبعا، والزملكاويه طبعا العكس، نفسهم تبقى تسلل، ده اكيد. ترانكو بيقول لهم في فار بيراجع. كل الكلام ده لا يجدي. نفس اللعيبه تتعلم ان كل الكلام مع الحكم ده لا يجدي. وعلى فكره في الفار بقى لا يستدعوا الحكم فيما يتعلق بالتسلل، لان في خطوط. طبعا هو يستدعيه في هاند بول، في فاول. ايوه تمام. في تسلل مفيش رجوع للشاشه. هو هيبلغه تسلل ولا مش تسلل بالظبط كده. يعني القرار دلوقتي في غرفه الفار، بس هم طولوا عشان هي خادعه جدا. خادعه بالنسبه لنا. هم دلوقتي زمانهم بيحطوا الخطوط. على فكره ارسل فينجر اللي ماسك الشغلانه دي في الاتحاد الدولي، من الموسم الجاي مفيش حاجه اسمها جسمك. بالظبط الاقدام بس. بيسموه تسلل ارسن فينجر. ايوه بالظبط كده. ما زالت غرفه الفار تراجع، بتحط الخطوط كلها، والخطوط هتتحط قدام حضراتكم حالا دلوقتي وهتشوفوها. وما زلت اشك في هذه الكوره. احتمال رجل احمد فتوح مش رجله يكون مغطي، واحتمال لا. بالنسبه لي هي زوايا صعب ان انا اقطع بيها تماما، لانها ايوه. شكرا. ماشي يا ابو ناصر، ماشي يا ابو ناصر، كده اكتشفت قدام الدنيا كلها يا ابو ناصر. ماشي. خبر على الدراما. انا قلت لحضرتك ايه؟ وش رجل احمد فتوح. عايز اقول لك حاجه بقى. اشهد لي تمريره طبعا. طيب. برافو عليك بجد. برافو يعني عليك. تمريره قفشه. طبعا تمريره قفشه. طبعا تمريره قفشه. اذا امام عاشور في الدقيقه 85 يفك الاشتباك. هنتفرج على 5 دقائق من نار بالاضافه الى الوقت الاصلي الاضافي. امام عاشور امام عاشور عملها. اسم الله عليه. شوفوا راسه ورجليه. شوف لعيب الوسط اللي بيعمل الاختراق. ايوه. ويخدع كل اشكال الدفاع. بص بقى اهي. ايوه برافو عليك. شايف وش رجله انا قاعد جنب فار بقى. لا برافو عليك. ممكن تبقى وش رجل واحد منهم، يا دونجا بس يا احمد، بس المهم وش الرجل. برافو عليك. لانك على وسط الملعب طويله وعاليه. سيف الجزيري عايز يسند بصدره النصر اللي جاي من ورا، لكن غير منضبطه. يرجع مره ثانيه يزقها المثلوثي. هجمه مرتده خطير. امام خطير. عرضيه خطيره وهوبا. يا نهار ابيض يا ولد يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا ليله. ايوه يا سيدي، يا ليله اهلاويه على ارض سعوديه. حلوه. قفشه يحوم كالفراشه ويلدغ كالقفشه. القفيش بكره في كل الصحافه يا قفشه. حلوه. 2-0 في دقيقتين. ضربتين في الراس توجع. هدفين في دقيقتين. مبروك يا اهلي، واوعى تنسى واوعى تزعل يا زمالك. هذه مباراة في كرة القدم فيها كل الاحتمالات. لعب الزمالك واجاد، ولكن الاهلي هو الذي هدف. وفي النهاية كرة القدم لا تعترف الا بالاهداف. الكرة اتقطعت من وسط الملعب، راحت للمجيد امام عاشور، انطلق وحطها له مروان، وامام بمنتهى الذكاء شاف 2 على يمينه، حطها لقفشه ببطن رجله. ايه الجمال ده منشنها، ده حاططها ببطن رجله في المكان والزمان. بيقول للعواد لا مؤاخذه يا عواد، تعالى الناحيه دي يا اكسلانس.